واحد زائد واحد هو. يعتبر مشفى الأورام والحروق والثلاسيميا تابع للهلال الأحمر الكردي، المشفى الأول من نوعه في شمال وشرق سوريا، ويعالج في مشفى الأورام والحروق والثلاسيميا التابع للهلال الأحمر الكردي أكثر من 220 طفلا. ورغم جميع الصعوبات التي يواجهها المشفى من نقص في الأدوية والإمكانات والمعدات اللازمة، يقدم المشفى العلاج للأطفال من جميع مناطق شمال وشرق سوريا مثل ديريك والدرباسية وعامودة والعديد من المدن الأخرى. وقبل شهر جهز شباب حزب الاتحاد الديمقراطي غرفة ألعاب للأطفال لإدخال البهجة إلى قلوبهم ولتخفيف وطأة المرض عنهم. في هذا السياق تقول نور حبيب مواطنة من قامشلو وأم لطفلين مصابين بالثلاسيميا أن هذا المشفى قدم لهم الكثير من التسهيلات لم تكن تتوفر في المشافي الأخرى، ألا إنهم ما زالوا يواجهون صعوبة في تأمين الدم. صرنا نروح ونجي على مركز هلال الأحمر الكردي، أمن لنا كتير شغلات بالهلال ما كانت متأمنة بالمشفى الوطني، ونتمنى إنه يصير تطورات أكثر من هيك مشان أطفالنا. يعني كان في كتير عذاب لإلهم بالنقل الدم بالأدوية، بس هلا كتير يعني صاروا يرتاحوا بالجية لهون، يعني تقدمت كل المتطلبات لإلهم، يعني صاروا حتى ما بدهم يروحوا على البيت. من جهتها قالت هدية عبد الله إدارية مشفى الأورام والحروق والثلاسيميا أن الهلال الأحمر الكردي يوفر العلاج للمرضى بالمجان، وأن غالبية المرضى هم أطفال، وأنهم يحاولون تطوير عملهم، ألا إن منذ افتتاح المشفى لم يتم تقديم الدعم له من أي جهة أو منظمة معنية. افتتح المشفى في 17 من شهر كانون الأول عام 2023، وهو الأول من نوعه في كافة مناطق شمال وشرق سوريا، الذي يقدم العلاج لمرضى الأورام والحروق والثلاسيميا. قبل افتتاح المشفى جميع مرضى الأورام كانوا يتجهون إلى دمشق للعلاج، وكذلك مرضى الثلاسيميا كانوا يعانون من توفير التحاليل والدم والطبيب في المشفى. ببناء وافتتاح هذا المشفى تم تخفيف الحمل عن المرضى. هذا المرض يعتبر ملازما للأطفال لأنه يرافقهم منذ ولادتهم وحتى يكبروا. يعني بهوالي جيانا ويا زاروك وخطابي تشدبي حتى ساغ ابن خوشي بواريا. وفي ختام حديثها ناشدت هدية عبد الله الجميع بالتوجه إلى مركز الهلال الأحمر الكردي والتبرع بالدم من أجل الأطفال لأنهم يواجهون صعوبة في توفير الدم اللازم، كما ناشدت ببناء بنك للدم خاص لمرضى الثلاسيميا.